يا صباح الخير. استمرارا للمسلسل اللي مش عايز ينتهي، الأستاذة وفاء عامر أظهرت الحقيقة دليلين من أخطر الأدلة اللي ممكن تغير مجرى القضية بالكامل بتاع البوسيشن. الأستاذة وفاء قالت لا أنا أشهد، بس أنا يا جماعة ما بحبش المفروض الموضوع ده ما يطلعش في الإعلام، علشان دي برضو يعني كده سمعة ناس وكده غلط، والحاجات دي حاجات شخصية. طب حضرتك طلع برنامج تتكلمي 12 دقيقة ومش عايزة الموضوع يطلع في الإعلام؟ مش عارف الناس بتفكر ازاي. كلهم مش عايزين الموضوع يطلع في الاعلام، وكلهم بيطلعوا يتكلموا في الاعلام. وطبعا هجوم غير عادي على الواد محمود عبد العزيز. فقالت دليلين الحقيقه برضو خلوا الواحد يرجع يعيد تفكيره تاني. قالت ده محمود كان بيحكي لنا بيقول ان هي كانت بتعمل له منبار بالليل. هو في حد يعمل منبار لجوزه بالليل؟ يعني يمكن اي حد يعمل اي حد منبار بالليل عادي جدا لو بعتوا له. مش لازم يقعدوا ياكلوا سوا. بس يقولي لي الممبار كان مقلي ولا كان مسلوق؟ وبعدين في حاجات ما ينفعش نقولها يا جماعه على الاعلام. يعني الواحد هيقول ايه؟ ده كانوا بينزلوا الميه مع بعض يا بات. ينزلوا الميه مع بعض بجد يا جماعه. في سفه، في سفه يا جماعه. الشهاده مش كده. حضرتك لما هتروحي قدام القاضي، اول حاجه القاضي مش هيسالك كانوا بينزلوا الميه مع بعض ولا لا. طبعا ده دليل او يقوي الدليل، ولكن مش ان هم ينزلوا الميه مع بعض، ان هم كانوا بيشوفوا مع بعض ويقعدوا في البيت مع بعض. دي طبعا دي ادله ودي شهاده، ولكن الشهاده الاهم هيقول لك هل اشهدك على الرجعه؟ يعني هل الراجل قال لك احنا فعلا رجعنا يا جماعه، انا رجعتها، ولا انتوا اللي استنتجتوا؟ ما ده شيء مهم، لان زي ما قلنا قبل كده اهم شيء في الزواج عقد النيه، سواء في الزواج او في الطلاق. استظهار النيه ده اهم شيء في عقد الزواج وفي عقد الطلاق. الناس بس اللي مش فاهمه، اللي عمالين يطلعوا يهاجموا. ويا جماعه يعني كلكم اعلاميين وكلكم عارفين وكلكم بتوع فن. لو عايزين الموضوع يعني يسكت محدش يتكلم فيه، اسكتوا اخرسوا. احمد فلوكس نفس الشيء، عيب وما يصحش والمجتمع، ويعني خلصنا مشاكل كلها. طب انت طالع تعمل فيديو ليه لما انت مش عايز؟ يا جماعه كلكم كده. مش ممكن يا جماعه. وطبعا حصل اللي احنا حذرنا منه امبارح. ورثة محمود عبد العزيز بعد ما شافوا كل الهجوم ده وكل الضغط دوت، عملوا بلاغ في النيابه ان هي مزوره محررات رسميه وماشيه محررات رسميه مزوره، وبالتالي السيده بوسي شلبي مطلوبه في النيابه للتحقيق. وده اللي احنا قلناه. طول ما انتوا هتخشوا تهاجموا الناس، طبعا الناس هتثبت انها صح. وعلى فكره ما حدش قال ان محمود عبد العزيز، حتى الناس اللي كانت شافتهم، حتى لو كان متجوزها يا جماعه، بفرض ان هو كان متجوزها ورجعها وهي عامله منزله الفيديو بتاعها بتاع الجواز اللي مصر كلها عارفاه. طب احنا كلنا عارفين ان هو اتجوزك، احنا بنقول لا هتجوزك. منزله الفيديو بتاع كتب الكتاب اللي احنا كلنا عارفينه على صفحتها، برضو مصممه. يعني دوت بيخلي الانسان يشك ان انت للاسف مش صادقه، لان انت بتعملي حاجات ملهاش اي علاقه بالموضوع. يعني ايه تنزلي قسيمه ما احنا عارفين ان هو اتجوزك. ايه تنزلي فيديو الفرح مع فيديو كاتب الكتاب، احنا عارفين ان هو كتب كتاب وعارفين انه طلقك. اثبات الرجوع فين؟ ما تطلعي لنا اثبات الرجوع، بس ده الموضوع. وبعدين يا جماعه ممكن زي هي يعني بفرض ان هي رجعها شفويه، ماشي اوكي، نضمن منين ان هو ما اداش حقها وطلقها برضه شفويا قبل الوفاه؟ محدش عارف. هنا محدش عارف، وعشان كده احنا بنقول يا جماعه نثبت. زي الاستاذ سيد علي، يعني الاستاذ سيد علي طبعا يعني الراجل طيب، راجل بيدرس اعلام، فطالع يقول يا جماعه هو المشكله علشان لازم نثبت الطلاق، لازم نوثق الطلاق. طبعا الاستاذ سيد علي بغيبوبه اعلاميه، لان الطلاق مثبت. الطلاق موثق. احنا دلوقتي بنحاول نوثق الرجوع يا استاذ سيد. يعني للاسف بس حضرتك ايه، نايم من 10 سنين في الاعلام القديم، حضرتك لسه ما صحيتش. يعني هم حاطينك في الحدث كده ايه كحدث، انما حضرتك الحقيقه نايم، لسه محتاج تفوق شويه، لان الطلاق مثبت. اللي احنا بنحاول نثبته دلوقتي الرجوع
او اعاده الزواج. نستفاد يا جماعه من القصه دي ان احنا لازم ولادنا يعرفوا وبناتنا يعرفوا ان لازم كل حاجه تبقى واضحه، وخصوصا في الزواج والطلاق. ومش كل اتنين طالعين نازلين مع بعض هنقول عليهم متجوزين، حتى لو متجوزين مش هنقول عليهم متجوزين. لازم يكون في اشهاد وتوثيق واشهار. انما قصه يلا بينا نطلع وننزل مع بعض وكده يبقى متجوزين، دي مش لو انتوا عايزينها تمشي كده مش هتمشي كده، ومش هنقبل انها تمشي كده، لانها لو مشيت كده تبقى مصيبه. صباح الفل.